صحفي لمهرجان أفاق، وعلى أساس إن المشروع جديد في محاور كتيرة قوي وفي ناس كتيرة قوي بتسأل في التطورات والمحاور الموجودة فيه، وفي ناس أوقات بتستغرب، وفي حاجات ما بتبقاش واضحة، وفي حاجات بتبقى واضحة من الدورة التانية. حابين النهارده نوضح المسائل بشكل او باخر على اساس كل الامور تبقى واضحه في المراحل اللي جايه ان شاء الله بالنسبه للمهرجان او بالنسبه للمشروع. تمام؟ هنبتدي بس بكلمه دكتور محمد عبد الخير، رئيس قطاع الانتاج الثقافي ورئيس المهرجان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى الحضور الكريم، تحية إلى مشروع مهرجان أفاق، تحية إلى الإعلام المستنير الذي يحاول أن يستشرف رؤى المستقبل وأن يذهب بمصر في هذه اللحظة الفارقة إلى رؤى تنويرية بقيمة الفن وقيمة الثقافة في الارتقاء وإذكاء العقل المصري والوجدان المصري بكل ما هو جميل في الكلمة والنغمة والحركة وكل الصور المسرحية. ويأتي مشروع أفاق مسرحية من المشروعات التي تدعمها وزارة الثقافة برعاية الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، وأيضا برعاية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في دعم المجتمع المدني إيمانا وتأكيدا لقيمة المجتمع المدني في تحريك المياه الهادئة في الوسط الثقافي، وأيضا بقيمة المجتمع المدني في أنه عليه أن يلعب دورا تنويريا ثقافيا في أيضا استنارة الأسرة المصرية والرؤى المصرية. ليس فقط المجتمع المدني هو الذي يعمل في الجانب الاجتماعي، وإنما أيضا البعد الثقافي بعد هام، لأن مصر كما نعرف هي الحضارة وهي التاريخ وهي أيضا التعددية الثقافية. هذه واحدة. ثانيا، أنا يعني سعيد كل السعادة أن أنا على مدار 48 ساعة بأحضر لقاءات ومؤتمرات لمجتمع مدني بالشراكة مع وزارة الثقافة. كان بالأمس القريب مشروع المسرح المصري لكل مصري من خلال البيت الفني للمسرح، وبندعو فيه كل الهيئات وكل المنظمات الأهلية أنها تشارك عن طريق كارنيه هيتم عمله والشراكة به، إن احنا ندخل في العروض المسرحية بهذا الكارنيه. أيضا أنا قادم من المركز القومي للمسرح الآن لمشروع أيضا اسمه مهرجان ألوان لفنون الشارع، فأيضا هو بالتعاون مع مؤسسة ساويرس. وده اللقاء الثالث اللي في خلال زي ما قلت 48 ساعة مع مشروع أفاق، اللي أنا بحيي هذا المشروع لرئيسه ولمديره، وأيضا لفريق العمل الذي يعمل في هذا المشروع للجدية، وأيضا لاستيعاب الطاقات الشابة، وأيضا للوعي بقيمة المسرح وبقيمة الفنون بشكل عام. فأنا أحيي مشروع أفاق، وإحنا من هنا نحاول أن نصنع تطوير لهذا المشروع هذا العام عن العام الماضي. وأيضا شكرا للأستاذ ماهر سليم والأستاذة مها على الدعم من الوزارة بالشراكة مع مشروع أفاق، إن احنا ننطلق به إلى آفاق مستقبلية لمصر الحاضر والمستقبل بإذن الله. وشكرا لحسن الاستماع.